من اعاده بيع شيكابالا مره ثانيه في شهر ديسمبر القادم. بيحملوا عرض لشيكابالا من ناديين كبار جدا جدا في اوروبا. دي اللقطه اللي قدامنا دي يا ايهاب، ها؟ ايوه يا كابتن. بيحملوا عرض لشيكابالا في ديسمبر القادم من نادي اياكس او نادي تشيلسي. ولكن الشرط ان هو لازم الاول يبقى بيع نهائي، وعارضين عرض اعاره يا كابتن حوالي $1,200,000 اعاره لمده 7 شهور. هو وكيل لاعبين اسمه هيكتور وهو الماني الجنسيه، ومعاه وكيل لاعبين ثاني مغربي من هولندي من اصل مغربي اسمه حكيم. وقعدوا مع اللواء صبري سراج. قعدوا اللواء صبري سراج قال لهم ان احنا ما عندناش اي استعداد دلوقتي في الوقت الراهن ان احنا نبيع شيكابالا، نظرا ان النادي بيلعب في بطوله افريقيا، ومحتاجين كل اللعيبه خاصه شيكابالا من المواهب النادره ونجم نجوم الشباك في نادي الزمالك في الوقت الراهن. وانتهت الجلسه على انتهاء الحوار خالص في هذا الامر، ولا تم تعليقه الامر اخر؟ تم تعليقه يا كابتن لحين عرض الموضوع على اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك للمشاوره. العرض برضه قيمته يا كابتن هم شايفين انها بالنسبه لشيكابالا قليله في اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. هو تردد النهارده مؤخرا بالليل انه العرض ارتفع ل 3 مليون يورو بما يعني حوالي 24 مليون جنيه مصري. دي حقيقه يا كابتن، كان في مكالمه تليفونيه بين هيكتور وبين رئيس نادي شاندونج منذ حوالي ساعه، وكانوا بيتكلموا في الموضوع ده، وهو رفعوا الموضوع لان هم فعلا يا كابتن محتاجين شيكابالا، لان نادي شاندونج ده من انديه القمه في الصين وبيلعب فيه دلوقتي انيلكا الفرنسي. اوكي، بيلعب فيه انيلكا نجم المنتخب الفرنسي السابق. تمام يا كابتن. لا بس اعتقد انيلكا في شنغهاي، اعتقد في شاندونج. شاندونج يا كابتن. يبقى ممكن يكون اتنقل بقى شاندونج. ولكن اذا كان الاتفاق تم مساله يعني اياكس او اي نادي اخر مش هتتكتب في العقد مؤكد، لانه لا يملك يكتب في العقد ان احنا هننقله، لان في حاله انتقاله هياخدوا 15% نادي الزمالك. رفعوا النسبه كابتن ل 20%. ل 20% في حاله انتقاله من شاندونج لاي نادي اخر. اي نادي في اوروبا. هم بيقولوا يا كابتن هيكتور بيقول ان شيكابالا موهبه كويسه جدا، بس هو محتاج ان يتم صقله في احترافيا في اي نادي ثاني، وبعد كده ينتقل لاوروبا مرتاح. طيب يعني اذا كان هناك مبدا الرفض ففيما كان اللقاء يعني من اساسه، يعني ما دام مبدا الرفض موجود. اعتقد يا كابتن ان هم كانوا متوقعين ان شيكابالا يجيب سعر اكتر من 4 مليون يورو كمجلس اداره نادي الزمالك. 4 ولو كان اعتقد ان الرقم ده كان طرح على ترابيزه المفاوضات كانوا وافقوا يا كابتن. وحكيم ده اعتقد ده بتاع اياكس. ايوه بتاع اياكس تمام كده. حكيم اللي قاعد في الصوره ده بتاع اياكس ده، ويبدو ان هو داخل في المساله، لانه الكلام انه هو يلعب بنهايه الموسم مع شاندونج وبعدين ينقلوه يا اياكس لاحد الانديه الانجليزيه، يقال تشيلسي او ارسنال، طبعا تبقى حاجه عظيمه، ولكن يبقى نادي الزمالك صعب في موقفه الحالي ان هو يفرط في شيكابالا وفقا للحوار اللي بيقوله لنا ايهاب يعني. ودي لقطات من الاجتماع بتاع نادي الزمالك مع اللواء صبري سراج. وكانت في حضور الاستاذ علي ابو النجا وحاليا دلوقتي المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ونائب مدير التنفيذي. بالظبط، وده حكيم اللي بيتكلم دلوقتي قدامنا ده، هو ده حكيم بتاع اياكس. طيب اشكرك يا ايهاب، اشكرك شكرا جزيلا. كان عندنا سؤال موجه للدكتور شحاته والدكتور مصطفى حول